السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنبدا اول حلقه في سلسله تعليم الخط العربي لجميع الاعمار. ان شاء الله احنا هنبدا بخط النسخ. وخط النسخ يا جماعه يعني يعتبر من اشهر الخطوط، واكيد احنا كلنا عارفينه، وحتى اللي مش عارفه اسما هو عارفه شكلا. وطبعا هو يعني الاشهر ليه ان هو اللي بيتكتب بالمصحف، يعني يكفي شرفا ان هو الخط اللي بيتكتب بالمصحف، فكده احنا كلنا عارفين شكله، بس ممكن في ناس مش عارفه اسمه. فهنبدا بخط النسخ اللي هو بيتكتب بيه زي كده، بسم الله الرحمن الرحيم كده. البسمله دي كده مكتوبه بخط النسخ. طيب احنا عايزين بقى نتعلم نكتب بالشكل ده كده، بدل ما احنا بنكتب ممكن بشكل مش واضح، لا عايزين نتعلم بقى نكتب بالشكل ده. ايه رايكم نتعلم مع بعض نكتب بالشكل ده؟ بدايه كده انا عشان اكتب بالخط ده او بالشكل ده كده لازم اتعلم اكتب كل حرف من الحروف دي على حده لوحده، وبعد كده اتعلم كل حرف لما يتوصل بالحرف الثاني بيتوصل ازاي او بشكله عامل ازاي. طبعا ده مش هيبقى فيديو واحد، احنا هناخد كذا فيديو ان شاء الله. السلسله معانا مطوله شويه بس ان شاء الله هتبقى بسيطه، وان شاء الله احنا بس نتابع كل يوم نتعلم حاجه جديده، ما نفوتش يوم الا ما نتعلم فيه حتى لو حرف. مش عايز منك اكتر من 10 دقائق في اليوم. لو 10 دقائق في اليوم اديتهم للخط ان شاء الله انا اوعدك ان في اقرب وقت هتلاقي خطك ده مختلف تماما، حرف حرف كده نشرحه بسرعه. يعني انا مش هطول في الشرح عشان انا بعد كده لما اجي ان شاء الله اشرح كلمات عشان خاطر نتدرب على الخط، ففي كل مره انا هشرح فيها الحرف تاني. انا هشرح حرف الب لما بيجي بعديه س بيبقى شكله ايه، وحرف السين لما بيجي بعديها ميم بيبقى شكله ايه، وهكذا في كل الكلمات بعد كده اللي هناخدها. فعشان بس ايه، طب انا يعني شرحت بسرعه كده، طب انتوا عارفين الفيديو ده كده مقدمه للي جاي ان شاء الله. بدايه حرف الالف هناخد كده اهو، حرف الالف شرطه كده اهي، وعليها ايه حاجه الهمزه اللي هي عباره عن 2 وقوس كده، ادي حرف الالف. حرف الب عباره عن قوس صغير كده هنا وقوس صغير كده هنا، وهنا بدل ما نشدهاش بقى مستقيمه لا ناخدها كده ايه، تنزل لتحت سنه كده. ادي حرف الب او الت او الس. طيب حرف الجيم عباره عن موجه كده او حاجب، ونيجي مش من هنا لا من هنا كده، من نص هنا كده نقوم نازلين كده بحيث ان دي تبقى يعني جايه قصاد دي كده بالظبط، وبعد كده ننزل كده ونلف اكننا بنعمل دايره ونلف كده ونخلي دي ابعد من دي شويه، يعني دي كده تبقى اللي جوه كده دي طالعه لبره شويه. ده حرف الجيم والحاء والخاء. حرف الدال، حرف الدال عباره عن زي الدال زي الب كده لما كنا بنكتبها، هنعمل كده برضو بالظبط زي الب بس اكبر شويه، ونشد خط كده ونطلع سنه كده. ادي حرف الدال وحرف الزال. حرف الر حاجه مقربل دي كده بس هننزل كده ونطلع كده اكننا زي ما يكون حرف الب كده بس ايه جاي مايل كده. ده حرف الر والزين. حرف السين عباره عن مستطيل كده من فوق مش مقفول، ونيجي من هنا كده ومشدين كده وطالعين كده عكس دول، دي بص دي طالعه كده ودي طالعه كده، وننزل كده برضو بدوران سنه كده، وهنا برضو بدوران سنه، وهنا بدوران سنه، ونخلي دي اقل من دي. ادي حرف السين والشين. حرف الصاد نطلع كده وننزل كده، وبرضو دي زي السين كده بص الناحيه دي ونازله كده، وبرضو هنا ده كأنه قوس كده بس مفتوح شويه، ونطلع بدي كده برضو اقل من دي. ادي حرف الصاد والضاد. حرف الطاء نفس الشكل ده كده اهو، شرطه كده وكده وكده، ونقوم عاملين هنا ايه الالف عند الفراغ ده كده، يعني في بدايه الفراغ الابيض ده نقوم عاملين الالف كده وعاملين له حاجه اسمها حاليه كده. ده حرف الطاء والظاء. حرف العين هنعمل قوس كده وقوس كده بسيط كده، ونيجي كده ده كده اكن ده يوازي ده، يعني زي ده ما ده كده ده كده، وبعد كده نقوم نازلين كده ونخلي دي برضو بعد دي كده بشويه، يعني دي تطلع شويه كده عن مسافه العين دي، يعني لو نزلنا بخط كده هبص تلاقي دي طالعه شويه كده. ده حرف العين والغين. حرف الف فاكرين حرف الب؟ نفس حرف الب اهو، هنيجي هنا نعمل حرف الب اهو كده اهو، وهنا نقوم عاملين حاجه اسمها حاجه دوريه كده اهي، ونقوم حاطين النقطه. ادي حرف الف نفس حرف الب بالظبط بس في دوريه فوق هنا، نفس الدوريه دي احنا هنحتاجها بعد كده في حرف القاف وفي حرف الواو. يعني اللي جاي مثلا حرف القاف اهو، ادي حرف القاف نفس الدوريه دي كده اهي، بس هنا بصوا احنا نزلنا حته صغيره، هنا بقى ننزل حته كبيره كده، نحط النقطتين اهو ونزود بس ايه حته صغيره كده اكننا ايه يعني بنقفل الدايره دي كده من هنا. ادي حرف القاف. حرف الكاف زي الالف اهو كده وكده، ومن هنا كده اكننا لو عملنا ايه شدينا خط من هنا لهنا نعمل فيه بقى ايه الهمزه كده، ونعمل حليه صغيره كده زي الحليه اللي عاملينها هنا. ادي حرف الكاف
اللام نفس الشكل ده كده بالظبط اهو، بالظبط اهو كده، برضو الحليه اهي. ونيجي هنا كده نقوم عاملين نفس دي كده بس اصغر شويه اهو. الميم شايفين الشكل ده كده اكننا احنا بنعمل ايه؟ بنعمل زي مثلث كده اهو، بس احنا ايه بنحاول يعني ما نخلوش فيه زاويه هنا كده، هتبقى كده اهو، جايه بلفه سنه كده، وبعد كده نقوم ايه وصل راجعين بدي كده وعاملين كده. ادي حرف الميم. حرف النون نفس الشكل بتاع القاف كده اهو. ادي حرف النون اهو، واحد طويل كده ونلف كده ونطلع كده. برضه دي تبقى اقل من دي، نحط نقطه اهو. الهي أهي. كده وكده وكده. الواو نفس الشكل برضو بتاع حرف الف وحرف القاف، الدايره دي كده، بس بدل بقى من هنا كنت بنزل حته صغيره وهنا هي حته كبيره، لا هنا مش هنزل خالص بقى، انا من هنا كده عامل اللفه دي لكني بعمل زي حرف الر كده بالظبط. ادي حرف الواو. بعد كده اللام الف كده شرطه كده، ودي كده اهي ليه كده اهو كده. طبعا احنا كده خلصنا الحروف بشكل مبدئي، خدنا بس فكره بسيطه عنها. بعد كده ان شاء الله هناخد بقى كل حرف مع بقيه الحروف يبقى شكله عامل ازاي. ان شاء الله انتظرونا في الفيديو اللي جاي، واتمنى ان نحاول نكتب على قد ما نقدر كده الشكل دوت، يعني نكتب ورقه كده كل واحد في ورقه وقلم كده ويكتب الشكل ده كده بالظبط بتاع الحروف بشكل مبدئي بس كده. ويا ريت لو يبعتوا في كومنت كده عشان بس يبقى في تواصل ما بيننا وبعض. وان شاء الله لو في اي حد عنده سؤال ممكن يكتب لي في الكومنتات، وانا دايما برد على الكومنتات كلها. فان شاء الله منتظر تعليقاتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.